الرئيس السيسي مذكور من 2600 سنة في كتاب النبي أشعياء، وهو نفسه مش عارف إن هو آخر رئيس هيحكم مصر. مكتوب عنه إيه بالنص في صفحة رقم 19: وحي من جهة مصر، وهذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. هنا النبي بيشوف أحداث الدول في آخر 7 سنين في الأرض. بيقول إيه على مصر؟ بيقولوا: أغلق على المصريين في يد مولى قاسي، فيتسلط عليهم ملك عزيز، يقول السيد الرب. وتنشف المياه من البحر، ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف. لو انت بتشوف في الأخبار هتعرف حكاية سد النهضة وهو معمول ليه. ويتلف القصب والأس. القصب يعني في أزمات اقتصادية هتحصل في آخر 7 سنين في الأرض في مصر. والصيادين يئنون كل الذين يلقون شصا على النيل ينحون. الصيادين يئنون يعني الصيادين بيرموا شبكة مفيش رزق طالع، وكل الصناعية الأيام دي في أرض مصر بيرموا شبكة مفيش رزق طالع. واللي جاي أقل من اللي رايح. خد بالك من الكلام، دي الحالة المجتمعية اللي هتكون في مصر في آخر 7 سنين على الأرض. ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط والذين يحكون الأنسجة البيضاء. الصناعة واقفة، الصناعة بتنزل لتحت، وتكون عمدتها مسحوقة، وكل عاملين بالأجرة مكتئبين النفس. روح اكتئاب في وسط الشباب، لأن الشاب دلوقتي لما بيجي يتجوز محتاج نص مليون جنيه. طبعا احنا عارفين كلنا الكلام ده. بص بقى هنا بيقولك ايه. بيقولك يعني كلام خطير جدا: ويبيد الرب لسان مصر. لسان مصر ده يعني دلتا النيل، ويجيز فيه بالأحذية. يجيز فيه بالأحذية دي معناها انك هتشمروا وهتعبروا بأقدامكم. الكلام ده مكتوب من 2600 سنة على أرض مصر. الكلام ده علامة إن يوم القيامة على الأبواب. الكلام ده كله بيتحقق في الأيام اللي احنا عايشين فيها. أنا مش جاي أكلمك من نفسي، الله أرسلني عشان أقولك الكلام ده وبدللك الكلام ده بالكتب. الوقت قريب، الوقت قريب. بعد ساعات معدودة التحالفين في الأرض المكتوبين عنهم في سفر النبي دانيال من 2600 سنة، ملك الشمال وملك الجنوب. راجع ورايا برضو، ملك الشمال وملك الجنوب. إن الأرض هتتقسم نصين، وهيكون في تحالفين في الأرض. التحالفين دول هيطحنوا بعضهم بعض. التحالفين دول مين؟ أمريكا والغرب. أمريكا والغرب وكل جيوشها، وروسيا والصين وكل جيوشها. زي ما انت بتتابع الأخبار هتلاقي إن التحالفين دول بيحاربوا بعض تحت الطاولة. الحرب اللي تحت الطاولة دي هنصحى الصبح على غفلة كده هنلاقيهم طحنوا بعضهم بعض بأسلحة نووية. في الوقت ده ناس كتير، أسماء ناس كتير هتقع، والبحر هيتقفل والجو هيتقفل، وأصوات الطيارات هتطن. في الوقت ده الشعوب النامية اللي في الشرق الأوسط هتحصل فيها مجاعات عظيمة، مجاعات رهيبة. كل الكلام ده هيحصل لأن احنا السبب. احنا اللي بعدنا عن الله. احنا اللي بعدنا عن الله، والآباء بقت قاسية على أولادها، والولاد بقت قاسية على أبهاتها، وصلة الرحم انقطعت، وحالات الطلاق كترت، والدنيا بقت صعبة، والناس بقت عبيد للمال، والأيام بقت صعبة جدا. وروح الشاذ ساكن في الغرب، روح الإلحاد ساكن في الصين في الشرق، وأرواح إن الدين الكاذب ساكنين في الشرق الأوسط. من أجل هذا الله نازل على السحاب عشان يدين كل البشر. ودي العلامات اللي بقولها لك على أرض مصر. العلامات دي على وشك إنها تتحقق بعد ساعات معدودة من نشر هذا المقطع. الله على وشك ينزل على السحاب ويشوفه كل الناس، والناس هتشوفه، والملائكة هتتكشف قدام الناس، والناس هتشوف الملائكة، وعيون الناس مش هتشوف 7 ألوان، هتشوف ملايين الألوان، وهتكشف قدامها كل الخلايق. في الوقت ده الشمس هتطفي، والقمر هيتحول لدم، وكل البحور هتعج، وهيلم كل المؤمنين بيه من كل الأرض. مين اللي هيلم كل المؤمنين بيه من كل الأرض؟ الله هيلم كل المؤمنين بيه من كل الأرض، ويملكهم على كل الأرض. أما ملوك الأرض كلها ينزلهم في مغاير الصخور. الوقت قريب، مشوار الدنيا قريب على جميع الناس. الاستعداد للقاء الله الحي بتقديم التوبة، بتقديم التوبة. ما تأجلش التوبة، ما تضيعش عمرك، لأن الوقت قريب. وتذكر امرأة لوط، ما تبصش على اللي خسرته. خلاص الناس كلها على وشك انها تخسر كل شيء في العالم. دور على فلك نوح التاني، لأنك لو لقيت فلك نوح التاني هتلاقي حياتك الأبدية. الكلام المطلوب مني إن أقوله قلته.